وبعد، فها هي الخطوة الأولى في خارطة المستقبل تتم تبدو الحملات للدستور في نسختها الخارجية مختلفة. في مؤتمر صحفي للجنة ال50 وصف بأنه عالمي تحت عنوان دستور لكل المصريين، وقع ما يمكن وصفه بالفضيحة. تحدثت عنها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية. خطأ فادح أطاح بحرف الياء من كلمة مصريين، وكان ثم 5 وجوه يفترض أن تعبر عن شرائح الشعب المصري. وكما اختفت الياء من كلمة المصريين، سيختفي 3 منهم من الصورة. تقول الصحيفة البريطانية إن المرأة الوحيدة ظهرت لا ترتدي الحجاب الذي ترتديه معظم نساء مصر. سيتضح لاحقا إنها عارضة أيرلندية. والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ظهر في ملصقات دعائية أمريكية. أما الشاب المبتسم فعثر عليه في ترويج إنجليزي لموقع تجميل. الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية وأسئلة. ألم يجد المنظمون في 80 مليون مصري وجوها تليق بمخاطبة الغرب حسب فهمهم، فيستعيرون وجها جميلا من أقاصي الأرض؟ أهي أزمة هوية أم عقدة نقص أم لعلها تعويل مرير على طيبة الشعب؟